السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. معلش كده بقالي أكتر من أسبوع كده وشوية، يعني ما بظهرش مع حضراتكم نظرا للظروف الصحية اللي يعني كنت بعانيها اليومين اللي فاتوا دول. فيعني التمسوا لي العذر كده ويعني وحشتولي الأسبوعين اللي فاتوا دول. في حاجات كتيرة طبعا يعني عايزين نتكلم عليها، بس احنا مش يعني مش هنتكلم. خلينا نتكلم الاول في الحاجه اللي شغاله دلوقتي. طبعا في مسلسل عربي حلو قوي شغال دلوقتي على قناه اون سبورت، الا وهو مسلسل بيراميدز والزمالك. طبعا يعني بيراميدز يعني مش قادرين، مش عارف يعني مش عارف اقول ايه يعني. مسيبة على الاخر للزمالك، يعني مش هي دي بيراميدز اللي بتلعب قدام الاهلي. مش هي دي بيراميدز اللي كانت بتموت نفسها في الملعب على في ماتش الاهلي، ولا دي اللعيبه اللي كانت مموته نفسها علشان تظهر قدام الاهلي. طبعا يعني في اول دقيقتين يعني مش عارف يعني حتى المذيع تقريبا عارف القصه ايه والمسلسل هيمشي ازاي. اول دقيقتين ثلاثه كورنر للزمالك، لعيبه بيراميدز المدافعين سايبينهم بيشوطوا يمين وشمال وفوق وتحت وعادي خالص كأنهم بيلعبوا مع نفسهم. الكورنر الاول ما جاتش، التانية ما تجيش، التالتة تيجي عادي يعني. زي ما الراجل كده قال المذيع، التالتة تابتة، وفعلا الكرة التالتة جت بالهيد. حسام عبد المجيد جاب اول جون. طبعا بعد كده بقى الحكم بقى ايه، يعني بدأ بقى محمود البنا يعني يدينا بقى الافكار النيره بتاعته، ويدينا بقى الطريقه الخزعبليه بتاعتهم. وطبعا يعني عمل حركه غريبه جدا. سيف الجزيري كان معاه الكوره ورايح يعني زي شبه انفراد كده. الكوره جات له بينه اتنين، احمد سامي وعلي جبر. فسيف الجزيري قام ضارب احمد سامي وراح مكمل. اما سيف الجزيري غطس، كان غطسات يعني بتاعتهم العاديه دي. اما الحكم قال لك طرد لعلي جبر عشان كان منفرد. طبعا يعني الحاجات دي احنا شربنا منها كتير وتعبنا منها ويعني قرفنا منها. يعني هما مش ناقصين ويعني الغش ملوش رجلين والشغل ده ملوش رجلين. طبعا احنا عارفين يعني ان ربنا مش كده كده مش هيبارك لهم، ولا حتى يعني لو هم قعدوا السنين قدام ياخدوا الدوري بالطريقه دي ولا ياخدوا الكاس بالطريقه دي. لازم يبقى في عقاب من ربنا، ان ربنا كبير يعني مش هيرضى بالظلم ده، ولا هيرضى بالتحكيم الفاجر ده. ان انت حضرتك يبقى فاول على المهاجم وتقلبها بقدرة قادر طرد للمدافع. حاجة يعني تقرف، وحاجة يعني تموع النفس، وحاجة تبين لك قد ايه احنا في مستنقع. يعني الدوري المصري ده ما بقاش اسمه الدوري، اسمه مستنقع. اسمه يعني اتحاد الكورة ده اسمه مستنقع اتحاد الكورة، مستنقع الدوري المصري، مستنقع الكورة في مصر. تقدر كده تقول الكلمة دي وانت مطمن، ده مستنقع. علشان يعني الكلب مكيالين، وعلشان القرف اللي احنا بنشوفه، وعشان الحكام اللي بتيجي ملاكي، وعلشان الحكام اللي بتيجي عمرنا ما شفناها في الدوري، زي الحكم اللي جه للاهلي في الماتش بتاع المصري، وليد عبد العظيم ده، وطرد وادى انذار لمحمود متولي. الراجل ما اشتركش في اي حاجه والماتش خلص وكل حاجه. اللعيبه بتاعت الاهلي بتعترض على الوقت بدل الضايع، راح مطلع انذار لمحمود متولي من غير بدون داعي خالص علشان ما يلعبوش ماتش الزمالك. طب يعني في ايه يعني هنفضل لحد امتى في المستنقعات والقرف اللي احنا فيه ده؟ معرفش. وجبنا خبير اجنبي عشان يعني يشوف حال للحوار ده ويشوف الدنيا ايه. وطلع مشى الاتنين اللي كانوا مضيعين الدنيا، محمد فاروق والراجل اللي معاه ده ابو العلا. قاموا ضاغطين عليه في اتحاد الكرة ورجعهم تاني ورجعنا تاني لمسلسل الحكام الملاكي والمستنقعات اللي بنشوفها. طبعا الراجل ما لحقش واحنا ما لحقناش ناخد نفسنا من الموضوع ده. مفيش يعني ماتشين ثلاثة ولا يومين ثلاثة، ورجعت ريما تاني لعادتها القديمة، ورجع التحكيم الفاسد والفجور. شايفين اهو الماتش بتاع
بيراميدز والزمالك. يعني انا من رايي كان يعني محمود البنا مش لازم يعمل الحركات دي، ومش لازم يعني كده كده يعني الفرقه نفسها بايعه الماتش. يعني باتشيكو زمالك بيلعب فيريرا الزمالك، في الزمالك بيلعب زمالك. فما كانش ليها اي لازمه، وما كانش ليها اي داعي ان انت تحصل حاجه زي كده، والفار ما يستدعكش حتى يقول لك ده فاول على المهاجم. ما كانش فيه اي داعي ان هي تحصل حاجه زي كده يعني. الحاجه التانية طبعا ان شاء الله بكره الاهلي هيلعب مع سموحه برضو في النصف النهائي، ونتمنى ان احنا نقابل الزمالك عشان نعلم على وشهم بقى، علشان الموضوع كده خلاص زاد عن حده. وعايزين بقى يعني ايه نتوي الصفحة بتاعتهم دي. ادينا شايفين اللعيبة بتاعتها نصها بتحشش والنص التاني رايحين بيزيلوا الشعر. فيعني مش دي الفرقة اللي هي اللي تكسب، ومش دي الفرقة اللي هي يعني تاخد دوري وكاس والكلام ده. لا يعني معلش مع احترامي يعني دي فرقة يعني بتاعت مصاطب. زي كده الرئيس النادي بتاعهم المصاطب دي شغالة ليل نهار بالليل والصبح ومعاه شوية المخرفين بتوعه. زي المخرف اللي طلع النهارده يقول لك الاهلي زور عقد كهربا، وخايف يطلع يقول الاعلام ولازم يدفع الغرامه عشان ما ينزلش درجه رابعه. طب انت يعني بدل ما تقول كده يا ابني اللي بيحدف بيقولوا يعني اللي بيحدف الطوب ده يعني بيكون بيته من ازاز، ولا اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت يعني عندك واقعة شهيرة بتاعت حازم امام لما زور عقد جده وطلعه حسن حمدي من النيابة بالعقد المزور. وكان ممكن حازم امام يتمسك ويتعمل له قضية ويتسجن بسبب التزوير، غير التزوير اللي احنا شاكين فيه في عقد كهرباء، غير التزوير بتاع العقود اللي انتوا بتزوروها. انتوا ابو التزوير في مصر يعني انتوا يعني انتوا دكاترة في التزوير في مصر. فلما تيجي تتكلم وتقول على نادي محترم، شوف الاول الشماعة اللي انت بتعلق عليها دي، وشوف ناديك الاول. انت يعني لو اتحسب لك الكام تزويره اللي انت زورتهم دول مش تنزل درجه رابعه، انت تتشطب اساسا من الكوره. فيعني نشوف الاول احنا بنقول ايه، ونشوف الاول احنا بنتكلم في ايه قبل ما تيجي تقول على الناس المحترمه كده. شوف الاول ناديك عامل ايه. طبعا النادي الاهلي يعني ما شاء الله عقود الرعايه بتاعته يعني كاسحه الناس كلها، وسامعين عقود رعايه في كاس العالم للانديه 150 مليون من شركه السعوديه، ولسه ماضي عقد رعايه امبارح مع شركه سعوديه برضو. انا مش قادر افهم يعني لو الدوله والرئيس ووزير ورئيس الوزراء يعني لو ما فيش اي حاجه او ما فيش او ما فيش عفوا يعني ما فيش اي يعني ضغينه بالنسبه للاهلي. الاهلي ده يعني مصدر للعمله الصعبه. يعني احنا دلوقتي بنعاني في مصر من العمله الصعبه ومن الدولارات، ومن الدولار وصل 30 وعمال بيزيد. طب ما انت عندك النادي الاهلي عمال يجيب لك في دولارات اهو. ما تعمل شركه تخلي الاهلي ينزل بالشركه بتاعته في البورصه، والشركه بتاعت النادي الاهلي دي يعني هتعمل لك يعني انتعاشه وهتنزل لك الدولار. يعني انا مش عارف بجد يعني الدنيا واصله لفين، وهل الموضوع مع وزير الرياضه ورئيس الوزراء الحقد واصل لدرجه ان هم حقد اعمى، لدرجه ان هم مش شايفين الاهلي بيجيب مليارات قد ايه ودولارات قد ايه. فيعني معرفش يعني ربنا يسامحهم ويعني دولة غريبة يعني، ومش قادر افهم ازاي ساكتين على حاجة زي كده. الحاجة الأخيرة وإن شاء الله بكرة الأهلي هيلعب وخلاص اتأكدت كهربا من المشاركة. خلاص كهربا خلاص المفروض هيشارك بكرة. نتمنى إن احنا نشوفه في مستوى كويس، بقاله سنة ملعبش. ونتمنى نشوف برضو اللعيبة الجديدة اللي الأهلي جابها. طبعا عندنا مشكلة كبيرة في الدفاع، محمود متولي مش موجود، ياسر إبراهيم مش موجود. عندنا مشكلة كبيرة في الدفاع، ما نعرفش لسه دماغ كولر ايه. بس يعني بنحذر برضو كولر من موضوع نادي سموحة، لان قلنا قبل المرة اللي فاتت برضو طارق العشري هيرصهم كلهم قدام الجون. وعايزين نحاول ان احنا نخلص يعني بسرعة ونجيب اجوان. اديك شفت الماتش بتاع الزمالك وبيراميدز هم. الزمالك بغض النظر عن الضغط اللي كان عامله، انما بيراميدز كان دفاعه مهلبيه يعني وكان مسلسل وباين وواضح. سموحه مش هيبقى كده. فانت محتاج ان انت تضغط باتنين مهاجمين على الاقل، تبقى في 5 مهاجمين على الاقل يضغطوا الاطراف بتاعتك تضغط
علشان تعرف ان انت يعني تكسب بسرعة وتخلص الماتش بدري بدري. ان شاء الله هنتقابل بكرة، وبعتذر لحضراتكم عن طول الغيبة. معلش اعذروني، مش هعمل حلقات طويلة، برضو لسه الدنيا ما بقتش كويسة قوي يعني. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم باذن الله في حلقة جديدة بكرة من برنامجكم الجمهور الاهلي. ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.